والنهارده محطتنا رقم 28 في الأرقام في القرآن الكريم، وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت إن هيبقى العدد كام؟ 5000. حلقة ال27 حلقة ليلة القدر. ال27 لما قلنا فيها كان العدد 3000، وال27 لو قلبناها تبقى 72، و72 و27 يساوي 99 أسماء الله الحسنى. ونتكلم النهاردة عن العدد 28 اللي هو 5000. 5000 ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة فقط لا غير، وذكر أيضا في سورة آل عمران في الآية 125. يعني العدد 3000 ذكر في الآية 124 من آل عمران. العدد 5000 ذكر في الآية 125 من آل عمران اللي ترتيبها 3، وعدد آياتها 200. النهارده حاجة غريبة جدا. لما نيجي نحسب 125 مع 28 هنلاقي العدد 351، 153. سبحان الله. ال51 هي سورة الذاريات تاني، والتلاتة مش هتنساهم، خلاص حفظنا. تركع مرة بتسجد ايه؟ مرتين. مية 53. 3 في 5 ب15، 15 نعكسها تبقى 51، وال51 النهارده مش هنيجي بقى عند سورة الذاريات. ال51 هم ايه؟ 17 في 3، وال17 هم ال17 ركعة، وفي كل ركعة بتسجد مرة، بتركع مرة وتسجد ايه؟ مرتين، يعني 3. عندنا عدد الصلوات 5، وعدد الركعات 17. صح؟ صح. ال17 ركعة في كل ركعة بتركع تقول سبحان ربي العظيم 3، وبتسجد مرتين وبتقول في كل مرة سبحان ربي الأعلى 3. الآيتين اللي ورا بعض، ال124 وال125، لو جمعناهم مع بعض اللي ذكروا فيهم العدد 3000 و5000، خلينا الألف والألف، 3 في 5 ب15، ونعكسها تبقى 51. ال28 بقى 2 و8
10. الكمال لله وحده. 10 يعني حاجة كاملة. ولو خدنا 2 من ال8 يتبقى 6. 6 أيام خلق السماء التي خلق فيها الله السماوات والأرض. و8 على 2 فيها 4. وال4 هم الاتجاهات ال4 للكرة الأرضية. واللي جاية بقى 2 في 8. 2 في 8 بتساوي 16. و16 ميزان كلمة تراب. نفكر بقى شوية، احنا عبارة عن ايه؟ تراب. نبسطها بقى، تراب نزل عليه مية بقى ايه؟ بقى طين. والطين ايه؟ مسك. هو الطين مسك ليه؟ صح، عشان في حديد. واحنا زمان ما كانش فيه اسمنت، كنا بنبني بايه؟ البيوت كانت بتتبني بايه؟ بالطين، وبتنشف وبتلزق. زمان كنا بنعمل الافران في الفلاحين بايه؟ بالطين، بنبنيه بالطين. ليه؟ كان بيمسك عشان الحديد اللي فيه. الهواء والشمس نشف بقى صلصال، فنفخنا فيه من روحنا. ما هو أول سورة نزلت في القرآن الكريم كان اسمها سورة العلق، والعلق هي نقطة الدم المتجمدة. الروح هنا الدم، ربنا بقى سايل فيه الدم. وزي ما قلت قبل كده إن الدم هو الحاجة الوحيدة التي لا يمكن لأي إنسان في هذه الدنيا أو أي منظمة أو أي شركة أو أي مصنع إنها تصنع الدم، لأنه من روح الله. وهذا سر من الأسرار الكونية لله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأي مخلوق مهما كان علمه ومهما كانت درجته العلمية ومهما تقدم العلم مش هيقدر يصنع نقطة دم واحدة. شوفوا، مش هتكلم في الموضوع ده، تصنيع الدم وتصنيع البلازما وتصنيع 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 وتصنيع. شوفوا المشاريع دي كلها وانتوا تعرفوا تحكموا اذا كانت ناجحة ولا فشلت. العدد 5000 ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة فقط لا غير في سورة آل عمران في الآية 125. هتشوف حتى 5 و25، والخمسة هما ال5 أركان الإسلام. لما تيجي تبص كده 125 على 5 هتلاقي فيها كام؟ فيها 5. 125 على 5 فيها 25. والخمسة هم ال5 أركان الإسلام وال5 صلوات، وال25 هم ال25 رسول ونبي الذين ذكروا في القرآن الكريم. النهاردة حلقة المحطة رقم 28. بكرة الحلقة قبل الأخيرة أو الحلقة 29 اللي هنتكلم فيها عن العدد 50,000. ألقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة 50,000 إن شاء الله بإذن الله، والمحطة قبل الأخيرة من الأعداد في القرآن الكريم.